في الحلقة 18 من سلسلتنا شمال إفريقيا مقبرة الإمبراطوريات، نغوص في أعماق مرحلة الاستعمار الفرنسي التي امتدت على مدار قرن كامل من المقاومة البطولية، حيث لعب الأمازيغ دورا محوريا في الدفاع عن هويتهم وأرضهم. لكن قبل أن نتعمق في تفاصيل هذه الفترة القاسية، دعونا نطرح سؤالا محوريا: كيف استطاعت القوى الاستعمارية أن تبقى مترسخة في قلب شمال إفريقيا لعقود طويلة؟ وكيف استطاع الأمازيغ الذين لا يزالون يحاربون من أجل هويتهم أن يكونوا في مقدمة المقاومة؟ بدأت القصة مع احتلال فرنسا للجزائر في عام 1830 بذريعة حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية، لكن الاحتلال واجه مقاومة شرسة منذ البداية. عبد القادر الجزائري القائد الوطني المعروف اعتمد على دعم القبائل الأمازيغية خاصة في الغرب الجزائري، ورغم وحشية فرنسا التي لجأت إلى حرق القرى وتهجير السكان، استمرت المقاومة لعقود. في تونس فرضت فرنسا حمايتها في عام 1881 من خلال معاهدة باردو. هنا أيضا لم يكن الاحتلال سهلا، التمردات اندلعت في المناطق الريفية والجبلية، حيث لعب الأمازيغ دورا بارزا خاصة في الجنوب التونسي. علي بن غذاهم المعروف بلقب باي الفقراء قاد حركة مقاومة هزت أركان النظام الفرنسي رغم القمع الوحشي. أما المغرب فقد كان الساحة الأكثر تعقيدا. في عام 1912 وقعت معاهدة فاس التي جعلت المغرب تحت الحماية الفرنسية، لكن البلاد كانت تعيش حالة من التمزق الداخلي. السلطان مولاي عبد الحفيظ لم يكن يحكم البلاد فعليا، بل كانت بلاد السيبة، وهي المناطق الخارجة عن سيطرته، تحكمها زعامات محلية. في الريف برز عبد الكريم الخطابي كزعيم أمازيغي قاد مقاومة تاريخية. أسس الخطابي جمهورية الريف التي أصبحت رمزا للحرية، وحقق انتصارا تاريخيا في معركة أنوال عام 1921 ضد القوات الإسبانية. في الجنوب كانت قبائل آيد بعمران تفرض سيطرتها، بينما ظلت مناطق أخرى تحت سيادة زعماء محليين آخرين مثل أهل الصحراء. فرنسا أدركت أن السيطرة على شمال إفريقيا لن تكون ممكنة عبر القوة العسكرية فقط، لذا لجأت إلى سياسات ثقافية لتفكيك المجتمعات، مثل إصدار الظهير البربري في عام 1930 في المغرب. هذه السياسة كانت تهدف إلى تقسيم المجتمع عبر فصل الأمازيغ عن العرب، لكن الأمازيغ رفضوا هذه المحاولة بحزم. الحقيقة أن الظهير البربري كان وسيلة لحماية النظام العلوي من السكان الأمازيغ الذين كانوا يطمحون إلى تأسيس دولتهم المستقلة. في الجزائر تطورت المقاومة إلى ثورة شاملة عام 1954. الأمازيغ لعبوا دورا بارزا في هذه الثورة مع قادة مثل العقيد عميروش وآيت أحمد الذين قادوا معارك بطولية ضد الاستعمار الفرنسي. أما في تونس فقد تصاعدت الحركات الوطنية التي ضمت الأمازيغ والعرب معا، مما أدى إلى الاستقلال في عام 1956. ليبيا لم تكن بعيدة عن هذا المشهد، رغم أن إيطاليا كانت القوة الاستعمارية الرئيسية، إلا أن المقاومة الليبية تحت قيادة عمر المختار تأثرت بروح الكفاح التي اجتاحت شمال إفريقيا. الأمازيغ في جبل نفوسة والمناطق المحيطة كانوا جزءاً لا يتجزأ من الكفاح ضد الاحتلال الإيطالي. تاريخ الاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا هو قصة كفاح وصمود. الأمازيغ كانوا دائماً في الصفوف الأمامية، يواجهون قوى الاحتلال بوسائل متعددة، من المقاومة المسلحة إلى الحفاظ على ثقافتهم وهويتهم. بين عبد الكريم الخطابي في المغرب والعقيد عميروش في الجزائر وعلي بن غذاهم في تونس وأبطال جبل نفوسة في ليبيا، يظهر لنا أن شمال إفريقيا كانت وستظل مقبرة للإمبراطوريات. وفي الختام، كانت هذه الحقبة واحدة من أكثر الفترات تعقيدا في تاريخ شمال إفريقيا، لكن ما يظل ثابتا في كل الأحداث هو أن الأمازيغ لم يتراجعوا أمام أي قوة عسكرية أو استعمارية. لقد كانت مقاومتهم المفتوحة والقوية هي التي شكلت قلب الحركات الوطنية التي أدت في نهاية المطاف إلى الاستقلال. إذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شاركونا آراءكم في التعليقات، ودعمكم يساعدنا على تقديم المزيد من الحلقات المشوقة. شكرا لكم.